للرداءة أقزامها. نحن في زمن الرداءة، وللرداءة أقزامها وليس رجالها، لأن للأسف الشديد ليسوا رجال سياسة. بالمناسبة أنا ما زالني في نفس النداء، أنني نوجه نداء للشرفاء الأحرار في الأراضي. انتفضوا، كونوا رجال في إطار سلمي. ما قلناش انتفضوا روحوا حرقوا المقر، ما قلناش روحوا ضربوا القيادة، لا، نظموا نفوسكم. أنا أوجه دعوة لبعض الأسماء السياسية اللي راحوا داروا أحزاب. خلوك من الخرطة تاع الأحزاب، عاودوا رجعوا الأراندي. الحزب الأراندي انتم اللي أسستوه. طاهر بن معاي باش حبسنا رب البركة تاعك هذه تاع مش عارف الحزب اللي دايروا هذا المشعل ولا وش الخرطي هذايا ولا وشكو. ارجع الأراندي، تعود مؤسس تاع الأراندي، تخرج من الأراندي تروح تأسس حزب. قزم بن بعيد باش نتكلم على احزاب الشعب واسمه ولا اسمه ذاك الحزب اللي حمانه بن شرمه واللي نعرفهم انا مؤسسين. نوجه رساله ووصلوا لهم رساله. اعضاء المؤسسين في الاراندي على مستوى الولايات وعلى مستوى المركزي، عاودوا نظموا انفسكم وعاودوا انقذوا الحزب، لانه من انقاذ الحزب هو انقاذ الدوله. البلاد راح الواد، ونحن في مرحله اصعب بكثير من 1997، لأنه 1997 تاريخ تأسيس الأراندي. الجزائر كانت مهددة من قبل عدو داخلي بمساعدة خارجية، نعم، لكن عدو داخلي هو الإرهاب الذي كان يهدد أمن واستقرار البلاد. بسبب الإرهاب الذي كان يهدد أمن واستقرار البلاد فكر شرفاء الدولة في تأسيس الأراندي، التجمع الوطني الديمقراطي. الآن الوضع أخطر، البلاد ليست مهددة من الداخل، البلاد مهددة من الخارج، من الحدود ومن العالم. الجزائر مستهدفة أكثر من أي وقت مضى، ومن الضروري جدا إعادة رص الصفوف وإعادة تقوية الجبهة الداخلية والأحزاب. والأراندي يعيش مرحلة صعبة وصعبة جدا، وهو يعيش أرذل فترات حياته من 1997 الآن. أسوأ وأرذل فترة فات فيها الأراندي هي هذه. المطلوب من الشرفاء، المطلوب من رجال ونساء الدولة اللي ساهموا في تأسيس الأراندي، المطلوب منهم وبشكل عاجل المطالبة بمؤتمر استثنائي وانتخاب قيادة تنقذ الحزب وتنقذ البلاد. لأن القيادة الحالية للأسف الشديد قيادة جبانة، قيادة فاشلة، وقيادة منبطحة. عوض أنه يروح الرئيس الجمهورية يقول يا سي تبون البلاد داخله بعيط، رانا تبردينا، راهي الدنيا مقودة، رايح على الواد، راح يقول لك الرجل العظيم والسيد واقف. سيد كان نبدا نطيح نقول في العذراء، قالوا السيد واقف. اختي قسامنا راح شوف طاطا اختك قال له الفجر، هي حزب الفجر، فكرتني استعرب بيك. الله استعرب بك، العاد من موجود في كل بلاصه. بن بعيد باش دايرين حزب الفجر، ارجع لنا اختي نقسم الفجر هذا والصبح ولا الظهر والعصر. اختي ما تبغى خير، ارجعوا لنا ينقذوا البلاد راح داخله بعياد، البلاد راح الواد. مخلين واحد عقوب كما هذا جاي يهضر باسم الدوله وقالوا الرئيس في كامل قواه وكذا. ها هو نفس الخطاب الانهزامي، نفس الخطاب الغبي اللي كان يتكلم عليه جمال ولد عباس كي كان يقول لنا باللي بوتفليقه راهو يخمم بها وراهو ولبس عليه في كامل قواه العقليه وراهو كذا. عايشين قاعدين على خازوق. نفس الشيء، ستندمون يوم لا ينفع الندم، لأنكم مخلين قيادة فاشلة جبانة تسير أحزاب قوية، حاطين عرائس قراقوز على رأس الأفلال والأراندي، جايب لي واحد عقوم في الأفلال وجايب لي واحد عقوم في الأراندي. عققا سياسيا، لا يملكون لا شخصية ولا كاريزما ولا حضور. يدينا بلادي يدينا. صح، هذه الصورة ما فهمتش قسام هذه، والله ما فهمتها هذه وشنو. قبل قليل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ممثل شخصي لأمير دولة قطر. والممثل هذا تاع قطر هذا يتستقبل وحدك سي تبون، وراه مدير الديوان، رئيس الديوان، وراه الامين العام، وراه المستشار. وشنو لقاء هذا على انفراد؟ واش كاين رساله سريه بيناتكم ولا شنو؟ ها، من حقنا كشعب نسال. لقاء الرئيس عبد المجيد تبون مع مبعوث
أمير قطر على انفراد ماذا يعني؟ هل هناك أسرار يجب أن لا يعرف عنها أحد؟ حتى رئيس ديوان بوعلام مش حاضر، لا بوعلام ولا الأمين العام ولا المدير الإعلام ولا أي واحد، ما كانش. هذا الأمر يجعل علامة استفهام. نطالب بتوضيح. الأمر الثاني، لأنه أنا استغربت له، الأمر الثاني شوفوا لي يتلاقى مع يحيى التعلرندي، وشكون اللي معاه المستشار المكلف بالإعلام كمال سيدي السعيد اللي مش فاهم مش علاقته بالموضوع، ومعاه مدير الديوان اللي هو بوعلام. يا ربي يحيى اللي ناقش معاه قانون البلديه ويناقش معاه الخرجه والكابوية. يا خلاص يا خلاص وصلنا ل 16 يقولوا الله العظيم غير انا اروح لي اقسم بالله. تبوني يتلاقى مع يحيى يهضر معاه على قانون البلديه والخرج في الكابويه، جايب مدير الديوان ومدير الاعلام وسمعوا واش راه يقول لي وكذا ونناقشوا وكذا. وقضايا المصيريه اللي تهم امن الدوله وتهم الاسرار الدوله وتهم قضايا مصيريه للدوله يتلاقى لي مع مبعوث قطر وحده، واحد ما يحضر. السيد راه جاني في بريه، جاي وحده بيني وبينه فقط. وراكم رايحين. بيان وزارة الخارجية. البيان مترجم ترجمة غبية، ترجمة فاشلة. وش يقول البيان؟ لقد اطلعت الحكومة الجزائرية باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تهين في المقام الأول من اعتقد أنه أعطيني جملة مفيدة. والتي تهين في المقام الأول، وش تهين؟ والتي تهين في المقام الأول من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة. ما فهمتهاش والله الجملة هذه، أقسم بالله ركيكة مستوى سنة رابعة ابتدائي. هذا مستوى الصحفي الاستقصائي وليد ملوكة أمير بوخارست. لقد اطلعت الحكومة الجزائرية باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تهين واش؟ منش عارف. في المقام الأول من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة. ما فهمت والله ما فهمت في الجملة هذه وشنو. إن هذه التصريحات لا يمكن إلا أن تكون موضع استنكار ورفض وإدانة لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي. إنما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية متعلقة بحرية التعبير، ليست كذلك من منظور قانون دولة مستقلة وذات سيادة، بل يتعلق الأمر أساسا بالمساس بالوحدة الترابية للبلاد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري. أوكي. أنا قلت لكم هذه لاحظت أنها مترجمة من الفرنسية، لأن البيان بالفرنسية وبالعربية، ترجموه بالفرنسية العربية ترجمة ركيكة، ترجمة تاع جوجل ولا ترجمة ركيكة. واحد مترجم في الشارع قالوا له راح ترجمها منه، لأنه الجملة الأولى الفقرة الأولى ما عندها لا لون ولا طعم ولا رائحة. الفقرة الثانية نقولوا شوية، لكن الأولى بيان يعني يتيم تاع هات برك نهضر وخلاص، كلام من أجل كلام، خرطي كلام من أجل كلام. علاش نقول كلام من أجل كلام؟ لأن البيان هذا المفروض يكون من رئاسة الجمهورية، لأن الذي تكلم هو رئيس الجمهورية الفرنسية وليس وزير الخارجية. بيان الرد لازم يكون من رئاسة الجمهورية، من مديرية الإعلام أو من ديوان رئاسة الجمهورية إذا كان يستدعي الرد. لأنه أنا في اعتقادي والله أعلم كلام ماكرون لا يستحق الرد، لأنه كلام بالفعل هو تدخل في الشأن الداخلي من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية، هو تدخل في الشأن الداخلي ومحاولة ابتزاز من قبل الرئيس الفرنسي. لماذا؟ لأن بوعلام سنصال دخل إلى الجزائر كمواطن جزائري بجواز سفر جزائري، وبالتالي يطبق عليه القانون الجزائري، ومن حق الدولة الجزائرية أن تتصرف معه مثل ما تشاء. ولم يدخل كمواطن فرنسي، لأنه لو دخل كمواطن فرنسي يدخل بتأشيرة. إذن وش بيه هذا جاسم؟
لا ماهوش هو اللي هدد به الاخر، هذاك محمد بن جاسم، هذاك وحده مش هذاك وحده وهذاك واحد. بون عفوا، قلت انه خطاب الرئيس الفرنسي كان خطاب امام الدبلوماسيين الفرنسيين تدخل في الشأن الداخلي الجزائري. في الحالة هذه أنا بالنسبة لي يا إما يكون الرد من مستوى عالي من رئاسة الجمهورية ردا على رئيس الجمهورية الفرنسية، أو يلتزموا الصمت. أما بيان يعني كما يقول لك الناس ضعيف من وزارة الخارجية ما عنده حتى مغزى، لأنه اللي يتكلم موش وزير خارجية وماهوش سفير ولا دبلوماسي، هذا رئيس جمهورية فرنسا. يا إما ترد عليه الرئاسة أو ما تردش عليه، خليه يهضر، لأن الأمر يتعلق بمواطن جزائري. بالرغم من أنني كنت وما زلت مقتنع ومصر أننا كجزائريين أخطأنا، أتكلم عن الحكومة، أخطأت في قرارها باعتقال صنصال لاعتبارات كثيرة. من أهم الأسباب التي تدفعني لمعارضة اعتقاله هو سنه ومرضه، لأنني أنا متأكد الآن أننا في ورطة، نطلقوه ما في خير، نشدوه ما في خير، نطلقوه إهانة، نشدوه توريطة وتورطنا فيه. راهو مات في يدينا كي دوبلسيس. بوعلام صنصال مات في يدين تبون كي دوبلسيس، وبوعلام صنصال هو اللي يقضي على مستقبل تبون. نعطي لكم الاخر، انا نعطي لكم من عندي مباشره لكم اللي يقضي على مستقبل تبون السياسي وبوعلام صنصال، يخليه في الحبس، راح تكبر القضيه الامم المتحده ويكبر فيها عقوبات ويكثر فيها كذا وكذا وتخلى. يخليه يطلقوا نفس الشيء، اهانه ليه وكسروا شوكته.